أعزائي المتابعين باشماخ الحريف، ازيكم عاملين ايه الأخبار؟ كيف الحال؟ ايش أخباركم؟ يا رب تكونوا بصحة وعافية. جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. وقبل ما نبدأ الفيديو بندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرحم شهدائهم وينصرهم في القريب العاجل ويفرحنا بنصرهم بإذن الله يا رب. طبعا غبنا عليكم فترة طويلة شوية، حوالي 9 و10 أيام ما نزلتش أي فيديو. كان عندي شوية لخبطة، كان في نقل في البيت، النت ما كانش شغال، النت عبال ما يرجع يشتغل خد فترة طويلة للأسف. فعشان كده النهاردة رجعنا لكم، بما ان في توقف دولي، او بما ان في توقف بالنسبة لقارة اسيا وافريقيا بمناسبة كاس اسيا وكاس افريقيا اللي هتبدأ خلال الشهر الحالي. هنبدأ بالدوري السعودي. النهاردة الفيديو هنتكلم على حصيلة الدوري السعودي في الدور الأول. طبعا ماتشات الذهاب كلها خلصت خلاص. طبعا الهلال بطل الشتاء يعتبر، أو بطل دور الذهاب، بطل مرحلة الذهاب في الدوري السعودي بجدارة واستحقاق وكل حاجة تقدر تقولها عليه. الهلال كان فريق ببساطة، كان فريق ممتع، كان فريق يعرف يكسب ازاي، توليفة منسجمة، توليفة متفاهمة، لعيبة بتحب بعض، فريق متكامل. كل ده ونيمار غايب عن الفريق من أول الموسم بسبب الرباط الصليبي. طبعا لو اتكلمنا على فرق الدوري السعودي هنلاقي الترتيب: الهلال طبعا في الصدارة من غير أي هزيمة. هما لعبوا ماتش زيادة في دور الإياب أو في مرحلة الإياب. يعني الهلال دلوقتي لعب 19 ماتش، كسب 17 وتعادل 2-0 هزيمة. النصر طبعا برصيد 53 نقطة. النصر لعب 19، كسب 15، اتعادل 1، خسر 3. الأهلي فاز 12، اتعادل 4، خسر 3. التعاون في المركز الرابع. الخامس ضمك اللي مقدم لغاية دلوقتي موسم جميل جدا. السادس الفتح. السابع الاتحاد. هتقول لي ليه الاتحاد في المركز السابع؟ الاتحاد لعب 18 ماتش، فاضل له ماتش لسه ما لعبوش، كسب 8. تخيل، كسب 8 بس من 18. اتعادل في 4 وخسر 6 ماتشات. بعد كده عندنا الاتفاق في المركز الثامن، الوحدة التاسع، الخليج العاشر، الشباب اللي مقدم موسم كارثي في المركز ال11، الأخدود 12، الرائد 13، الفيحاء 14، الرياض 15، ومراكز المؤخرة: الطائي 16، 17 أبها، 18 الحزم. الهلال اللي في الصدارة، انت فريق لاعب 19 ماتش، كسب منهم 17 ماتش، اتعادل في 2 فقط، وما خسرش ولا ماتش. مرحلة الذهاب كلها من غير اي خسارة. انا شايف ان الهلال هيقدم موسم ارقام قياسية كبيرة جدا، سواء في الاهداف المسجلة عليه، سواء في الاهداف اللي سجلها، سواء في عدد انتصارات الفريق، واحتمال يكمل الموسم موسم استثنائي من غير اي خسارة. الهلال تخيلوا لغاية مرحلة الذهاب جاب 59 جون، يعني تقريبا 60 جون، تمام؟ عليه 9 تجوان فقط، يعني فرق 50 جون، وجايب طبعا 53 نقطة. 59 جون، جميع لاعبين الهلال تقريبا أساسي، هي الأساسي دي 100%، والاحتياطي كلهم جابوا جوان. تخيلوا 11 لاعب 10 منهم جابوا جوان في الدوري،
فاضل لك مين؟ ياسين بونو، هو الوحيد الحارس اللي ما جابش جون. قوة هجومية ضاربة، يعني تخيل انت بيلعب سالم الدوسري، مالكوم، ميشايل، ميلينكوفيتش سافيتش، وقدامهم الدبابة نيكولا متروفيتش. متروفيتش اللي لغاية دلوقتي طبعا هو هداف الهلال في الدوري. في النص عندنا قوة وسطية قوية جدا، يعني ميلينكوفيتش سافيتش اللي جايب عدد محترم جدا من اجوان اساسا مع الهلال، وهو مايسترو نص الملعب. تخيلوا سلمان الفرج اللي كان هو المايسترو دكة، ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم ومحمد كانو مقفلين الوسط، مقفلين نص ملعب الهلال. يعني نادر جدا لما تلاقي الخصم بيجيب اجوان في مرمى الهلال، ناهيك طبعا عن القوة الدفاعية الصلبة جدا لفريق الهلال، بداية من المساكين كوليبالي اللي مقدم موسم ممتاز جدا، وبجواره علي البليهي الجرينتا والحماس. اي نعم دي تدخلات شوية اوفر، بس لا، عندك الناحية التانية محمد البريك، وعندك سعود عبد الحميد اللي انا من وجهة نظري شايف انه احسن لاعب سعودي في اخر سنتين من الدوري السعودي. سعود عبد الحميد مقدم اسيستات كتيرة جدا هو والبريك، ما شاء الله. تقريبا اي اوفر بتيجي عند دماغ متروفيتش. المدرب خيسوس رغم الشك اللي كان فيه في الاول، بس بعديها قدر يحصل على التوليفة المناسبة اللي مستمر عليها، اللي هي زي ما قلنا ياسين بونو، البليهي كوليبالي، سعود عبد الحميد والبريك، محمد كانو، ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم، وطبعا مايسترو رمان ميزان وسط الملعب روبن نيفيز، اللي اي كرة ثابتة من رجله خطر، اعرف انها خطر على طول، يعني سواء الكورنر او الكرات الثابتة او الفاولات، يعني اللي بيلعبها كرات طويلة. وطبعا خط الهجوم مالكوم وميشايل وسالم ومتروفيتش زي ما قلنا. الهلال زي ما قلنا تعطل في ماتشين بس، في الجولة التانية تعادل مع الفيحاء 1-1، والجولة السابعة اتعادل مع ضمك المتألق الموسم ده بنفس النتيجة 1-1. بس لو اتكلمنا حقق نتائج مذهلة جدا، يعني كسب 9-0 الرياض تقريبا، كسب بنتيجة 7-0، كسب بنتيجة 5-0، كسب بنتيجة 6-0 تقريبا، كمان 4-0 و3-0. حقق كل الأرقام، كسب الاتحاد، كسب الشباب، كسب الأهلي، كسب النصر. أنا كسبت التوب 4، فلازم طبيعي وبدايي إن أكون في صدارة الدوري من غير أي خسارة. لو اتكلمنا عن المنافس، هي الملامح بدأت تتضح لينا، يعني الهلال تقريبا هيكون البطل لو استمر على المنوال ده، والنصر هو الوصيف. النصر مقدم برضو استمرارية ممتازة جدا، سيبك من خسارة الهلال وأول خسارتين في الجولة، بس بعد كده اللي أول خسارتين كانت قدام أبها وقدام الاتفاق، اللي قدام أبها قدام أبها وقدام الاتفاق كانت 2-1. بعد كده النصر بسم الله ما شاء الله شد حيله جامد، والنتائج مذهلة، نتائج ممتازة جدا قدر يحققها. طبعا زي ما قلنا خسائر النصر، خسر قدام أبها، خسر قدام الاتفاق، خسر قدام التعاون 2-0، خسر آخر خسارة ليه قدام الهلال في الجولة 15 3-0. بس بعد كده لا، مقدم استمرارية ممتازة جدا.
وطبعا تاني اقوى سكواد في الدوري النصر. اي نعم عنده عيوب كبيرة في خط الدفاع، لابورت تقريبا هو اللي شايل خط الدفاع لوحده. في المساكين عنده مشكلة في المساكين، لابورت لا غبار عليه، وعلي اللاجمي هي المشكلة فيه هو، والتاني اللي هو عمر مايدو. بس الظاهرين عنده ظاهرين ممتازين جدا، سلطان الغنام على الناحية اليسرى وتيريكس على الناحية اليمنى. وطبعا خط النص ما شاء الله بروزوفيتش اللي لغاية دلوقتي برضه مش مقدم، مش بروزوفيتش اللي عارفينه. وطبعا برضه خيبة الأمل شوية كانت من سايكو فوفانا اللي لغاية دلوقتي حتى الشائعات بتقول إنه خلاص مش مرتاح في النصر وعايز يمشي في يناير. بس لا، طلعت معلومات تأكيدات من إدارة النصر إنه مكمل مع الفريق، بس لغاية دلوقتي مش مقدم أي حاجة مع الفريق. وعندنا طبعا في خط المقدمة تاليسكا ورونالدو وأوتافيو، الثلاثي دول شايلين خط النص مع خط المقدمة. بصراحة كريستيانو اللي خد وحصل على هداف عام 2023 برصيد 53 جون، هو وتاليسكا مقدمين موسم خرافي جدا. يعني كريستيانو لغاية دلوقتي هداف الدوري ب20 جون، 20 جون جايبهم في مرحلة الذهاب فقط، تخيلوا. فده طبيعي من كريستيانو رونالدو الأسطورة يعني. ساديو ماني لغاية دلوقتي برضه مش في حالته الطبيعية، رغم اننا شفنا كريستيانو ازاي ده القائد بقى، ازاي قدمه للجماهير وخلى الجماهير تحييه وتشجعه، وبعديها جاب جونين في مرمى الاتحاد في الماتش اللي كسب فيه النصر 5-2 على الاتحاد. فده كريستيانو يعني. فزي ما قلنا في الصدارة هيكون الهلال، وفي الوصافة نادي النصر. الأهلي اللي بدأ يصحصح، الأهلي اللي بدأ يفوق، ما قدم برضه نتائج حلوة، كسب ماتش 6-0. أحيانا الأهلي طبعا غياب تام للبرازيلي روبرتو فيرمينيو اللي ما جابش غير أول ماتش جاب فيهم هاتريك، وبعد كده شكرا نام عليه. بعد كده لما الأهلي جاب فراس البريكان لعب فريق الفتح، شفنا هجوم الأهلي فايق، وفراس البريكان بقى بيجيب اجوان كتير وبيتألق مع النادي الأهلي. لو قلنا خسارات الأهلي أو تعادلات الأهلي تعادل مع الاتفاق 0-0، اتعادل مع الضمك 2-2، اتعادل مع الشباب 0-0، اتعادل مع الرائد 0-0. نتائج كتيرة جدا اتكررت بالتعادل السلبي مع الأهلي. هزايم الأهلي كانت فيه هزيمة كبيرة جدا في الأسبوع الخامس في الجولة الخامسة عن طريق الفتح اللي كسب الأهلي 5-1، وكان متألق فيها فراس البريكان اللي هو لاعب الأهلي دلوقتي. وطبعا خسارة من النصر 4-3، وطبعا خسارة من الهلال 3-1، بس كده. فده خلى النادي الأهلي يتربع في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بس فرق كبير جدا عن المتصدر. يعني الفرق بينه وبين النصر 6 نقط، بس فرق بينه وبين الهلال 13 نقطة. الأهلي زي ما معلش نرجع للنصر، النصر جايب برضو 55 جون، قوة هجومية كبيرة جدا، بس عليه 23 جون. يعني الهلال جايب 59 جون، النصر جايب 55 جون، بس الهلال عليه 9، النصر عليه 23. الأهلي جايب 41 جون وعليه 19 جون، برصيد زي ما قلنا 40 نقطة. نيجي للكارثة، الاتحاد الموسم ده مفيش روح، مفيش جرينتا، رغم ان الجمهور حاضر في كل الماتشات، الجمهور معاه في كل الماتشات مكان ما بيروح.
بس شفنا الاتحاد وشفنا الكوارث اللي اتكلمنا عليها قبل كده. معلش اتفضلوا معانا. عفوا. الكوارث اللي اتكلمنا عليها للاتحاد من قبل ماتشات كاس العالم للأندية اللي بانت جدا في ماتش الأهلي المصري. الاتحاد ضعف كبير وقوي جدا في خط الدفاع. حجازي راجع لسه مش مستواه. زكريا هوساوي كان ما قدم موسم حلو، ودلوقتي للأسف جات له إصابة طويلة، إصابة رباط صليبي. فيليب لويس البرازيلي كان مصاب. مهند شنقيطي مستواه مش ولا بد. جروهي نفس الحكاية، المستوى مش قوي. فطبيعي جدا نشوف كمية الأهداف اللي دخلت على الاتحاد، رغم ان عندهم خط نص ممتاز جدا. انت بتتكلم على خط نص 2 محور على اعلى مستوى، نجولا كانتي وفابينو، عايز ايه؟ وقدامهم كورنادو مايسترو الاتحاد ومن احسن لعيبه نص ملعب في الدوري السعودي، ورومارينو. وقدام عندك حمد الله وبنزيما. حمد الله ماشي الاصابه بعدته كم ماتش، بس عندك بنزيما برضه اللي غايب عن مستواه. وفي اشاعات بتقول ان بنزيما مش مرتاح، وبيطالب اداره الاتحاد انهم يجيبوا لعيبه كبار في الانتقالات الشتويه. يعني الاتحاد لو اتكلمنا على الاحصائيه بتاعته، الاتحاد لعب 18 ماتش، كسب 8، اتعادل 4، خسر 6. تمام؟ ليه 34 جون فقط، عليه 26 جون. بطل الدوري، انت بتتكلم على بطل الدوري الموسم اللي فات، عليه 26 جون وجايب 28 نقطة. انت بتتكلم، بلاش نتكلم على الهلال. يعني الاتحاد الفرق بينه وبين النصر حوالي 20 نقطة، الفرق بينه وبين الاهلي حوالي 15 او 14 نقطة. لو اتكلمنا على ماتشات الاتحاد والعقبات اللي تعرض ليها الموسم ده، عندنا تعادل مع الفيحاء في الجولة الثامنة 0-0، عندنا تعادل مع التعاون 1-1، تعادل مع الحزم 2-2، تعادل مع الاتفاق 1-1 في آخر جولة. الخسائر طبعا عندنا في الجولة الخامسة الريمونتادا اللي عملها الهلال على الاتحاد 4-3، أول هزيمة في الجولة الخامسة. الجولة التاسعة خسر في الديربي 1-0 من الأهلي. بعد كده خسر من الشباب في الجولة ال 12، الشباب اللي في مستواه، خسر 2-0. وخسر من ضمك قبل كأس العالم للأندية 3-1. وخسر من الرائد 3-1 بعد كأس العالم للأندية. وأخيرا خسر بنتيجة كبيرة جدا من رفاق كريستيانو رونالدو 5-2. فده الاتحاد عنده مشاكل كتيرة جدا 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 لازم يحلها بصراحة. طبعا الشباب زي ما قلنا مش مستواه خالص في المركز ال11. فدلوقتي توقعي للموسم الرياضي 2023-2024 من دوري روشن السعودي، الهلال بطل الدوري. واعتقد النهائي دوري ابطال اسيا هيكون ديربي الرياض بين الهلال والنصر. لا ما ينفعش، لازم النهائي من الشرق والنهائي من الغرب. ففي النص نهائي غرب اسيا هيكون الهلال والنصر، عشان هم اقوى فرقتين في غرب قارة اسيا. زي ما قلنا الهلال هيكون بطل الدوري. في الوصافة النصر المركز الثالث، الاهلي المركز الرابع. حاسس يا ضمك يا التعاون. الاتحاد بالمستوى ده صعب جدا. يعني لو اتكلمنا على شوية معلومات وانتقالات بقى داخلين على سوق يناير، في اهتمام كبير من الأندية السعودية وبالأخص الهلال والشباب للاعب الإيطالي
صاحب ال30 سنة لاعب فريق روما الظهير الأيسر سبيناتزولا. سبيناتزولا خلاص رحلته تقريبا منتهية مع روما. روما مش هيجدد له. نادي الشباب السعود نادي الشباب ونادي الهلال مهتمين بالتعاقد معه، والهلال بالذات عايز بديل لياسر الشهراني. نادي الشباب السعودي قدم عرض بقيمة 12 مليون يورو للإيطالي لاعب فريق نابولي بوليتانو. إنه عايز 12 مليون يورو لنابولي ويديه للاعب 7 مليون يورو. هتبقى صفقة حلوة جدا على فكرة، على اليمين بوليتانو وعلى الشمال كراسكو. لو اتكلمنا على الهدافين، طبعا كريستيانو رونالدو 20 جون، متروفيتش 17، انكودو لاعب فريق ضمك 14، دانيسكا 11، فراس البركان من أهلي 11، عبد الرزاق حمد الله 10، سالم الدوسري 9، كريم بنزيما 9، إيجالو من الوحدة 9، مالكم 9، منسى الطائي 9. تمام. ده باختصار زي ما قلنا جولة الدوري السعودي. الفيديوهات الجاية هنتكلم فيهم بالتفصيل عن تمهيد لكأس آسيا اللي هتبدأ زي ما قلنا في خلال الشهر ده، تمهيد لكأس أفريقيا بالتوفيق طبعا لمنتخب الفراعنة للمنتخب المصري هو وكل المنتخبات العربية، الجزائري المغربي الليبي التونسي والمنتخبات العربية اللي في قارة آسيا. كان معكم حسن باشماخ من قناتكم باشماخ الحريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.